بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله. كل عام وأنتم بخير. تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد الموافق 29 شعبان الموافق كم مارس النهارده؟ 10 مارس سنة 2024 ميلادية. وبإذن الله سيكون الصيام ابتداء من غدا إن شاء الله حسب الأبحاث العلمية والفلكية اللي بياخدوا بيها حاليا في تحديد أوائل الشهور الهجرية. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فيصوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. كل عام وموكليننا وشعبنا وأهلنا ورئيسنا والأمة الإسلامية بخير، وكل عام ومصر في أمن وأمان. ونسأل الله في هذه اللحظات الفارقة أن يعم الأمن والأمان على شعب فلسطين وأن ينصرهم على الصهاينة المعتدين وأن يشفي الله صدور قوم مؤمنين. النهاردة ونحن على مشارف سويعات من شهر رمضان يسعدني في بداية اليوم أستقبل وفد من اسكندرية من عائلة أبو الخير الزيات الشهير بابن زويدة، وأولهم معنا الأستاذ سيد إبراهيم السيد القائم بعمل الحراسة، ومعنا الأستاذ حج طارق عاشور، ومعنا الحاج عاشور أحمد محمد، وهم من عائلة عاشور. وفي الحقيقة هم قدموا لنا وثائق مهمة جدا تثبت أهلية الوقف، وثائق رسمية الحاجات اللي هو عايزها الخبير يعني. كما قدموا علامات وراثة، كما قدم لنا القائم بعمل الحراسة مستند غاية في الأهمية باعتراف وزارة الأوقاف رسمي إن ده وقف أهلي وملك الورثة، وإن دول هم ورثة أبو الخير الزيات إن شاء الله من مكتب الوزير. خدوا جروب كويس. احنا بنتعامل مع الجميع للمصلحة العامة الحمد لله، وإن شاء الله أهلا وسهلا بيكم. ولو كان النهارده رمضان كنا فطرنا مع بعض. لا كفايه شوف حضرتك يا فندم، كفايه معاليك كده وبرشنا تكرمنا كده ده اولا. ثانيا يسعدني برضه ان اعلن بعض الاحكام اللي صدرت عشان نبشر الناس في رمضان. الله يبارك فيك. صدر حكم بعد معارك شرسه. القضيه دي اترفعت 3 مرات اللي انا هقولها. في حاجه؟ لا يا شيخ ما تشغلنيش. طب الاشارات خليك مركز على التصوير ماشي؟ حاضر. صدر حكم في القضيه دي بالذات وقف احمد ابو شال فرع من فروعه واهم فرع، وتقود الاستاذه ناديه نصر الدين السيد اسماعيل المذيعه بالقناه ال5. القضيه دي اترفضت 3 مرات واخيرا خدنا حكم وسددنا امانه الخبيره. ربنا يكرمك يا باشا. الحكم لسه وصلنا حالا. نادية نصر الدين، أمل نصر الدين، ثانية نصر الدين، علي نصر الدين، خالد محمد إلى آخره. عددهم كام؟ عددهم 83 شخص ضد وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف ومدير. حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدعوة كتب خبير من وزارة العدل لبحث مستندات التداعي والخصوم وبيان ما إذا كان المدعون ينتسبون إلى الواقف نسلا بعد نسل وذرية بعد ذرية في وقف المرحوم أحمد محمد أبو شال إلى آخر الكلام، والانتقال لأي جهة حكومية وغير الحكومية لبحث استحقاقات المدعين وكلفتهم بسداد مبلغ كذا على ذمة مصاريف القضية وأتعاب الخبير. وصرحت الخبير بالانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية لبحث أعيان التداعي ورفع تقرير المحكمة بذلك. بختم نسرة
ربنا يكرمك. صلي الامانه، صلي السداد. عشان عائله نادي نصر الدين، الاستاذه نصر الدين سيده فاضله من التلفزيون المصري، اترفضت مرتين وانا ما يئستش. ربنا يعينك. رفعتها مره ثالثه وكل ده على حسابي ربنا يعينك لحد ما خدنا حكم. ربنا يعينك. مبروك لعائله نصر الدين. اللهم امين. عائله الوقف يعني وقف وبشاد. الحكم الثاني خدنا حكم في وقف حافظ القرملي، ودول من اسكندريه، نور الشريف سيد سالم وخالد محمد رضا بهي وخديجه اسماعيل واسلام ومهيتور وعايده. الناس دول ليهم 400 مليون جنيه عند الاصلاح الزراعي. ده عشان ناخد 400 او 500 مليون كمان والله، وهم عارفين ليهم تركه ضخمه جدا، لان جدهم الكبير كان سايب 800 فدان. اللهم صل على النبي. الاصلاح الزراعي استولى عليه. عافيه. هذه الحكمه وسددنا الامانه اهو. 2000 جنيه يا استاذ تامر القرملي اللي انت بعتهم سددناهم اهو. شوفوا احنا بنتكلم بشفافيه. الحكمه ربنا يعينك. برضه كلفت خبير ببحث التركه وتسليمها لاصحابها. وقف ام الهنا سددنا امانه الخبير 2000 جنيه. استاذ يحيى اسماعيل مجاهد ومدام معالي والاستاذه معالي محمد انيس، حوالي 26 اسمهم. حكمت المحكمه بندب خبير في الدعوه والانتقال والمعاينه زي ما احنا اتكلمنا. ربنا يعينك. وقف محمد الفقي استاذ سهير عزت علي النحراوي سددنا لكم امانه خبير 1000 جنيه والحكم معانا. اتفضلوا تعالوا استلموا. وراح الملف. سامي ابراهيم الحلواني وقف زين الدين القاضي واخرين سددنا لكم ال1000 جنيه والقضيه راحت للخبير. الحكم معايا علي زين الدين القاضي الكبير. فيهم واحد من اسكندريه احنا تنحينا عن وكالته، اسمه ولد اسمه علي حسن عباس، واد جليل ادب، وانا قررت رفع عليه 5 جنح واجيبه هنا في القاهره بهدله لانه تطاول علينا. واد مش مؤدب. الواد بيقول لي علينا 200 جنيه عايزين نبعتهم لك، قلت لهم انا مش عايزهم، انا سددت على حساب الامانه. فتطاول علي انا شخصيا بكده، اقسم بالله العظيم لجلعه بالبوص. انا راجل مؤدب بس مع ولاد الكلب امسح بيهم الارض. خلاص الحكم معاه. الواد ده يعتبر نفسه الموضوع مش موجود، تنحيت عن وكالته. دول 4 احكام. في قضايا تانية عايز ابلغ بيها الورثه. سيد عطا محمد البدراوي قضيته يوم 16/4 سنة 2024. وقف جعفر خشان ولد موسى المرفوعة من محمد محمود مصطفى علي السيد ونادي عبد العال واخرين، جلستهم يوم 13/4/24. وقف محمد الدولات لعطيات نجف محمد هاني نجف محمد بركات وهاني ونسمه وبدر وخالد نبيل حمد عارف الى اخره، جلستهم يوم 27/4/2024. التماس عادة نظر في عيلة شتا، اسماعيل علي يوسف شتا سامي يحيى شتا، حددت المحكمة جلسة 2/4. ده كل اللي عندي دلوقتي، وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. شكرا لحسن استماعكم، وكل عام وانتم بخير. وكل واحد ليه قضيه رجاء ما يتصلش، احنا هنبلغه سواء طال الوقت او قصر، احنا هنبلغه مش بننسى حد. عشان شهر رمضان اللي جاي ليه طبيعه خاصه اللي يبدا بكره، فاحنا ما فيش مقابلات نهائي في رمضان ان شاء الله، وهنأجل الكلام لبعد رمضان ان شاء الله الا للضروره القصوى. فارجو من كل واحد له وقف انا هتصل بيه ما يتصلش، عشان انا نفسي مشغول في قضيه تخصني انا في رمضان، هكون يعني مشغول بيها. اجلت العمل فيها لحد رمضان عشان ما اضيعش وقت الناس. فكل القضايا في امان، وكل واحد ليه قضيه في امان اترفضت ارفعها له تاني. رمضان للعباده كمان. يعني لو انا مسؤول عن القضيه لحد ما تكسب. زي ناس اترفضت 3 مرات رفعتها تاني. في قضايا كتير اترفضت برفعها تاني من غير ما تعرفوا انت. لا يأس مع الحياه ولا حياه مع الحياه. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.